السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بقى النهاردة فرخة في الكيس الحراري. بجد طريقة سهلة جدا وتقريبا بخطوة واحدة بس هتجهزي كل حاجة وهتحطي الفرخة في الفرن بمنتهى السهولة. هنشوف كده الخطوات مع بعض ونعمل الفرخة التحفة دي. معانا هنا بصلاية نقطعها كده 4 قطع وطماطمية برضو هنحطها كده في الخلاط، ممكن برضو في الكبة براحتك خالص. دول كوباية ونص مية بالظبط، لان احنا هنعمل كوبايتين رز. كل كوباية رز منقوع مصري هتاخد كوباية الا ربع مية. ده معلقة بقى صغيرة فلفل اسمر، ودي بابريكا مدخنة معلقة صغيرة، ودي البهارات السبعة، ومعلقة كركم، ومعلقة كاري، ودي معلقة توم باودر. هنحط كده رشة ملح حوالي بالظبط معلقة كبيرة بالتقريب، وحوالي 4 معالق زيت عباد أو زيت ذرة. هنضرب كل الحاجات دي في الخلاط. عصرة نص ليمونة بس. الخليط ناعم جدا. دول كوبايتين رز نقعتهم حوالي نص ساعة، وهنصفيهم بقى دلوقتي، وهنحط عليهم حوالي نص الخلطة كده بالشكل ده. والجزء التاني هنحط، طبعا دي فرخة مغسولة كويس جدا ومنقوعة بملح وليمون ودقيق، وغسلتها وشطفتها. طبعا انا عملت فيديوهات كتيرة وضحت فيها طريقة غسيل الطيور. هنحط الخلطة كده على الفرخة ونقلبها فيها. لو تقدري تسيبيها نص ساعة او ساعة، بس انا اشتغلت على طول وبجد طالعة حلوة جدا مفيهاش اي زفارة خالص، والتتبيلة كمان متشربة فيها كويس جدا. هنحط باقي الخلطة بالظبط كوباية ونص مية على كوبايتين الرز المنقوع. يعني نقعته حوالي نص ساعة. على فكرة نقع الرز بيخليه يكون مفرفر جدا بعد التسوية. هنقفل بقى الكيس كده بالكليبس اللي بيجي معاه بالطريقة دي. هنحطه في صينية او برام، اي حاجة عندك مفيش اي مشكلة. هنعمل بقى 3 فتحات من فوق كده عشان طبعا البخار يخرج من الكيس الحراري وما يفرقعش في الفرن. هنحطه بقى في فرن على اعلى درجة حرارة في الرف الاوسط. بتاخد حوالي ساعة وربع، بتبقى بالشكل ده بعد ساعة وربع. ممكن لو الفرن هادي شوية ممكن تاخد ساعة ونص. هنطلعها بقى كده من البرام عشان نحطها في صينية اللي هنقدم فيها الفراخ التحفة دي. شو بقى الرز طالع مستوي جدا ومفرفر كمان، بجد حلو قوي قوي قوي. وخطوات يعني بسيطة، يعني مجرد ان احنا حطينا كل المكونات مع بعض في الخلاط، وبعد كده حطيناها على الفراخ والرز في الكيس الحراري، بجد طالعة تحفة. طبعا احنا ممكن نحمر الوش زي ما احنا عايزين، يعني انا دخلتها الفرن شوية اخدت لون اكتر شوية من اول مرة. شو بقى الرز عامل ازاي مفرفر جدا، بجد طعمه تحفة. كمان البهارات كده مخلياه طعمه حلو. كمان الفرخة اتشربت بالخلطة اللي احنا عملناها. خلطة فيها توابل وبصل وطماطم، بصراحة يعني خلطة ادت الفراخ طعم مميز جدا. بجد بتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي، وبإذن الله تعجبكم جدا. شوفوا حتى الفراخ لما قطعتها مستوية جدا.
شو بقى يعني دايبة، يعني بجد الكيس الحراري بيساعد في التسوية بطريقة ممتازة. ان شاء الله التقي معاكم يوميا بإذن الله في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.